ايه الساعة 10:15 قدامنا ساعة الا ربع وهنعمل لكم جولة في أشهر ملاعب أوروبا. اليونان حلو. اليونان شكلها خير. احنا 16 ساعة ترانزيت في مطار أثينا بس دخلنا أثينا. دخلنا أثينا شوية. وفاضل 12 ساعة على الماتش المرتقب ريال مدريد وباريس سان جيرمان من سانتياغو. جاهز. شنو انت قاعد جنب الشباك؟ لا. مساء الفل، لسه واصلين مدريد حالا اهو، رمينا يا دوبك الشنط في الاوتيل وهنتحرك على الماتش. احساس جميل. كيرو اول ماتش في سانتياغو وفي مدريد، توقعاتك في الماتش؟ اول ماتش في سانتياغو برنابيو. بص الناس فاكره الماتش ده عادي، بس هو الحقيقه ماتش مش عادي لان الفرقتين نازلين بالتشكيله الكامله. هو الفرقتين اتاهلوا 9 نقط و7 نقط. باريس سان جيرمان ده ماتش الانتقام بقى 3-0 الماتش الاولاني يعني. بالظبط. ريال مدريد بيلعب بخط دفاع كامل وخط وسط مودريتش وتوني كروس وكازيميرو. باشا باريس سان جيرمان بقوه ضربه في الهجوم. ده حقيقي. نيمار موجود دي ماريا. وخد بالك ده اول ماتش كيلو النباس. اول ماتش كيلو النباس كمان قصاد ريال مدريد في سانتياغو. هتكسبوا يعني؟ متهيألي 2-1 او ده اللي انا عايزه. يعني انتوا لعيبتكم خلصت بس ايه ومودريتش معلش انا هشوف العجب. اتفرج على التغييرات. اشوف العجب. احنا عندنا طقم تغييرات وهازارد موجود. يلا بينا على احنا على الاستاد حالا وفاضل ساعتين ونص اهو، وهننقل لكم بقى الاجواء والتسخين والتشجيع وكل حاجه. يلا بينا. هيقلع وهيتهور عشان يا باشا التشجيع. انا طبعا اكسايتد ان انا اكون في سانتياغو برنابيو تاني مره. المره اللي كانت مع غزال، المره دي مع رأف ميشيل. بس هو الاهم عندي المره دي غزال مش مدريدي. غزال مش مدريدي، انت مدريدي. بس انا الاهم عندي المره دي ان انا في الصف الثالث برضو زي ماتش السوبر الاوروبي ومعايا الكاميرا، وده معناه ان هيبقى في صور لمبابي ونيمار، احنا 2 لعيبه في العالم. انا حاسس يا جدعان ان احنا بعد مثلا 10 سنين هنكتشف ان مصطفى كان مصاحب مرات لعيب من اللعيبه. ونحن الان اجواء ممطره، درجه الحراره طب يلا نعدي بس 5 درجة مئوية. طيب هنا أول حاجة معمولة إن هم عاملين شكل الاستاد، ممكن أخش من دي أو ممكن أخش من سي، مفيش مشكلة. بس أنا بالنسبة لي دي أقرب عشان 51 وأنت 51 نخش من دي، يبقى نخش من دي 51 وادي 41. أنت في سانتياغو يا بيرو؟ لسه يا بيرو أنت في سانتياغو. عند الباب. ونحن في سانتياغو برنابيو. مين اللعيب اللي كان نفسك بجد يبقى موجود في ريال مدريد؟ ميسي طبعا. يا ابني كلام يعني. ميسي طبعا. لا بجد. انا طبعا يعني انا طبعا ما اقدرش انا ما بحبش ميسي الا ان هو انا ما بحبوش الا ان هو احسن لعيب في التاريخ يعني، عشان بس محدش يفهم كلامي غلط. بنزيما مستواه كويس قوي الوقت اللي فات. نفسي في سواريز، لعيب الادب ده انا بحبه. ما انكرش اني مش مدريدي، ما انكرش، بس التواجد في الاستاد ده حاجه مبهجه. اللي ورايا دول هو صوت جماهير باريس سان جيرمان، قعدوا هنا على طول عاملين دوشه. 6 دقايق من الشوط الاول، ريال مدريد هو اللي ماسك كوره وتحفظ من باريس سان جيرمان. صوت الدوشه اللي سمعنا ورا دي يا جماعه جماهير باريس سان جيرمان، جماهير ريال مدريد. مبابي كان عايز يعدي من راموس كده بس ما عرفش. يا جماعه سريع فشخ. انا غرقان ميه بس تصوير متعه، شويه صور اهو دي ماريا اهو.
دي ماريا اهو. شغل التكتيك ابتدى بقى بدري ودي ماريا بدل مع مبابي راح ناحيه الشمال ودي ماريا جه ناحيه اليمين بالنسبه لباريس سان جيرمان. يعني دلوقتي ماريا بيلعب على مارسيلو. الوتر بخرج 3-1 زي بتاعت ابراهيم حسن كده بتاعت زمان، واحده كده ايه الثمانينات بس بدون صدها. 40 دقيقه وهازارد مازال بيأكد ان اللي عايز ياخد الكرة يوريني نفسه. جماهير كلها عمالة تقف لهازارد، كل شوية تصويت لهازارد. يا جماعة بصوا الناس عمالة، الناس دي بتسيب الكورتوا بس. جون غشيم طويل واهبل والله يتفرد. طرد بص الناس ده مبسوط، بص الراجل ده مبسوط. طبعا واقفين عشان يشوفوا الفار، الحكم راح يشوف الفار دلوقتي وهيتفرد. هيعمل ايه؟ ولا هيتراجع ولا ايه؟ الشوط الثاني نيمار نزل واتصور على طول جاري نور حبيبي خد اللي فيه النصيب. الدقيقة 60 دلوقتي ولوكا مودريتش بيسخن اهو جاريث بيل والماتش لسه ما زال متوازن، يعني مفيش أي هجمة فيها خطورة بين الفرقتين عامة. أنا قلت في جول كمان، كريم بنزيما. جولين في دقيقتين لباريس سان جيرمان، الدقيقة 81 والدقيقة 83 وده الغير متوقع، وده اللي اتكلمنا فيه قبل كده ورائد اتكلم فيه كتير، فكرة ان دفاع ريال مدريد شوارع. هو مش فكرة شوارع، هم بيفقدوا تركيزهم، ففرط التركيز في دقيقتين يجي فيهم جولين، يعني بصراحة حاجة غير متوقعة. قرار كان هيجيب الجول. ده قولة المعلقين أنا عندها بالظبط لازق فيها. انت شايفني ولا انت بتحتاج كام مدرب؟ انت المفروض انت اللي تشوفني، انا جنب اوضه المعلقين دلوقتي همشي جنبها. الماتش خلص، انا دلوقتي بدور على رائد ورايا دلوقتي اوضه المعلقين. كابتن حماده امام والكابتن ميمي الشربيني وطبعا الكابتن ايمن الكاشف. تاني يوم النهارده بعد الماتش ما عرفناش نقفل الفلوج من ارض الملعب، فقلنا نقفله من بلاسا مايور، واحد من اكبر واشهر ساحات وميادين اسبانيا. كان اول ماتش ليا في البرنابيو في الشامبيونز ليج، حظي حلو بتفرج على ريال مدريد وباريس سان جيرمان. البرنابيو مختلف، يمكن ريال مدريد بحكم الانتماء، الملعب مختلف تماما، التشجيع مختلف، التراس ريال مدريد دايما ورا الجون 90 دقيقه ما بيهزروش، هتاف والنشيد بتاع ريال مدريد بيهز الملعب. لا الاجواء كانت حماسيه وبصراحه مختلفه عن اي ملعب شفته. يعني تعالوا بقى نتكلم عن تفاصيل الماتش شويه. 2-2 نتيجه الماتش، اتخطفنا جونين في اخر 10 دقائق، الدفاع غالبا بيفقد تركيزه، نقطه نحتاج زيدان يشتغل عليها الوقت الجاي. بابلو سارابيا وكيليان امبابي جونين لباريس سان جيرمان، والناحيه الثانيه كريم بنزيما هو المنقذ كالمعتاد في الوقت الاخير. 53% نسبه استحواذ ريال مدريد، 47 باريس سان جيرمان، نسبه متقاربه. الماتش كان فعلا رايح جاي. ريال مدريد شوطنا 27 كوره على الجون، منهم 13 اون تارجت، لكن باريس سان جيرمان عنده 4 اون تارجت، والغريبه ان ال4 اون تارجت دول جه منهم جونين. فينش عالي قوي لباريس سان جيرمان او عدم تركيز من دفاع ريال مدريد. الحقيقه نقطه غريبه، يتشاط عليك 4 كور بين القائمين والعارضه فيخش منهم جونين في اخر 10 دقائق، يعني مش حاجه المفروض تبقى موجوده في فرقه بالحجم بتاع ريال مدريد. مارسيلو اداء غريب ممتاز، بيكبر، بس هو الحقيقه
في الملعب ما بيكبرش، يعني الراجل بياخد اي كرة في اي حته وبيرفع عرضيات من اي مكان. نيمار لما نزل مع باريس سان جيرمان فرق جدا جدا جدا. ايكاردي مهاجم الانتر اللي كان عامل قلبان في السيرة ايه، لا ما شفتلوش حاجه قدام الجون، يعني الدفاع كان حاطه في جيبه تقريبا. مودريتش كبر شويه، يعني هو مخلص من وقت كاس العالم. انا بحب مودريتش جدا على المستوى الشخصي، لكن اداء في الملعب كان ضعيف. توني كروس افضل بكتير، قادر يمسك وسط الملعب كويس. ما زال عندي تعليق او عندي تعقيب على اداء كورتوا. تصرفاته غريبه، بيطلع متاخر، بيستخدم رجليه كتير، حاجات ما توقعتهاش من حارس بالمستوى ده. ما زلت شايف ان كيلو النفاس احسن. الدفاع فيه تنظيم اكتر بكتير عن الاوقات اللي فاتت. كريم بنزيما قمه مستواه، عطاء بدني ممتاز كل 90 دقيقه، بيساعد الفرقه وبيرجع يستخلص الكوره وبيبني هجمه، والنهارده بيحط جون واثنين، هو المنقذ زي ما قلت. معلش يا جماعه الجو برد. كيليان امبابي طبعا قصه لوحده لازم نتكلم عليها. مستقبل فرنسا وبيني وبينكم شكلها مستقبل ريال مدريد كده محدش قادر عليه. الراجل بياخد الكوره عنده 19 20 سنه مش عارف ولا ايه، راموس بخبرته كلها مش عارف يوقفه. اي كرة بيعملها خطر. ما كانش فيه تمويل كتير من وسط الملعب لمبابي فعلا، لكن لو قدامه صانع العاب كبير اعتقد شمال هازارد ويمين مبابي هتبقى حته حلوه. خلينا نشوف الميركاتو الجاي فين. امبابي اعتقد هيبقى في الملكي، هنشوفه في البرنابيو قريب. زي ما قلت لكم احنا تاني يوم بعد الماتش طيارتنا كمان ساعتين على برشلونه، هنتفرج على ماتش برشلونه وبروسيا دورتموند. طبعا هلبس تيشيرت بروسيا دورتموند في الكامب نو، ربنا يستر ما اتضربش، ما اعرفش بنتضرب هناك ولا لا مش عارف. وبعدها على طول هحضر ماتش برشلونه واتلتيكو مدريد في الملعب الجديد المتروبوليتانو، عشان بما اني بتكلم على الاسبان انا حضرت ماتش لمدريد في سانتياغو وماتش لبرشلونه في الكامب نو وكمان ماتش اتلتيكو في الملعب الجديد. واستنونا بقى في شويه فيلوجات كده، 3 فيلوجات صراع مع شجع كوره ورائف والاسبان. تابعوا غزال في الفانتزي عامل شغل عالي، وديوان الدوري الانجليزي، وعبد محسن في المدرجات، واستنونا في الاستوديو الجديد. طبعا زي ما انتم شايفين كافاني اهو، يا كافاني جاريث بيل ومودريتش.